السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني جدا. بمناسبة بقى الايام اللي احنا فيها والحظر مش هنصور من المطاعم، فقلت النهارده هنزل لكم طريقة السجق البلدي، اكلة خفيفة لو حد مغترب عايزين تعملوا اكلة خفيفة كده بسرعة، ف 10 دقايق كده بالكتير وهتكونوا عاملين السجق. فخلينا نشوف. شايفين دي المكونات بتاعت السجق، دي الحاجات اللي احنا هنحتاجها النهارده في الطبخ. دوت عباره عن هريسه اللي عايز الاكل سبايسي، واربع او خمس فصوص توم، ودي التوابل، دي فلفل اسود وجوز الطيب ورشه قرفه عشان خاطر الزفاره بتاع السجق، وفي بابريكا عشان بتديها زي تسكيره كده ولون، وفلفل اسود وجنزبيل، وقلنا ايه تاني بس ودوت فلفل الوان اخضر على اصفر واحمر، ودي شويه طماطم وبصلايه، وفي مشروم لو ده اختياري، لو انتوا عايزين تحطوا المشروم تمام، مش عايزين لا يعني ما فيهاش اي مشكله. فخلينا بقى نشوف الخطوه الثانيه. دي اول خطوه هنعملها، هنحط شويه زيت لحد بس ما يسخن شويه. بعد كده اول حاجه هننزل بيها البصل عشان خاطر ده اكتر حاجه بتاخد سوا. بس عايزين بقى تقطعوه قطع صغيره ماشي، عايزين تقطعوه شرايح كده برضو ماشي، مفيش مشكله زي ما انتوا حابين. بس هنستنى شويه لحد ما البصل يدبل شويه ولونه يتغير. عايز اقول لكم ان السجق البلدي من اسهل الاكلات اللي انت ممكن تعملها في البيت. اهم حاجه تبقى ضامن الجزار اللي انت بتشتري من عنده، الحاجه بتبقى نظيفه، بتبقى انت عاملها بايدك، بتبقى سهل جدا لو طالع رحله او عايز تدي سندوتشات للاولاد، بتبقى حاجه جميله ومغذيه ليهم، وفي نفس الوقت بتبقى حاجه نظيفه. خلينا نشوف اللي هيحصل في الاخر. ان انت ممكن تعمل جنب السجق دوت، ممكن يا اما تعمله فينو او رز او مكرونه، ينفع بكذا طريقه. كده شايف ان خلاص البصلايه دبلت، ويعني خلاص ده كده اهوت. اول حاجه ممكن نعملها. تاني حاجه هنحطها السجق عشان خاطر بياخد سوا، وعشان خاطر برضه يقفل المسام بتاعت السجق. خلينا نشوف ياخد كده بس يغير لونه، وننزل بعد كده بالهريسه والثوم، بس نقفل المسام بتاعت السجق ونغير اللون بتاعه. احنا كده قفلنا المسام بتاعت السجق كلها، هو بس ياخد التشويحه بتاعت النار، الصدمه بس كده في الاول. بعد كده هننزل بالهريسه وهننزل بالثوم. الهريسه زي ما قلت لكم للي بيحب الاكل السبايسي، لو مش عايز لا عادي ما يحطش الهريسه. عايز اقول لكم ان الريحه بتاعتها ابتدت خلاص تطلع، هتعجبكم ان شاء الله. بعد كده هنحط التوابل زي ما قلت لكم. ما حبيتش ان انا اكتر من التوابل كتير عشان خاطر نحس بطعم السجق، وفي نفس الوقت ما نجمعش السجق. نحط بعد كده المشروم، ونحط بعديه على طول الفلفل الالوان، لان برضو عايزين الفلفل الالوان يبقى مقرمش كده، ما يبقاش دبلان قوي، وفي نفس الوقت بيدي تسكيره للاكل.
اخر حاجه هنحطها الطماطم لان هي ما بتاخدش سوا، بس مش هنحطها دلوقتي، هنحطها في الاخر. هننزل دلوقتي باخر حاجه اللي هي الطماطم. حطينا الطماطم هي كده كده ما بتاخدش سوا، عشان كده حطيناها اخر حاجه. عايز اقول لكم ان السجق من اسهل الاكلات اللي تنفع الناس المغتربه او اللي مستعجل عايز يعمل غدا سريع مع شويه بطاطس محمره، بتبقى جميله جدا. نغطي السجق عشان خاطر يلحق يستوي. هنشوف دلوقتي بقى السجق اخباره ايه. عايز اقول لكم الريحه فظيعه فظيعه. هو شكله كده استوى على الاخر. احنا ما محتاجناش ان احنا نحط ميه، زي ما انتم شايفين هو نزل الدهون بتاعته. مش كل السجق اللي بيعمل كده، يعني في سجق ممكن يحتاج ان انت تنزل شويه ميه صغيرين، وفي سجق بينزل الدهون بتاعته على حسب الجزار اللي انت جايب من عنده. اهم حاجه واحنا بنغطي على السجق نوطي النار عشان خاطر يستوي براحته. فخلينا دلوقتي ندوق سجقايه ونشوف اذا كانت استوت او لا. فظيعه 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 فظيعه. يعني شايف ان هي كده خلاص عليها، نقفل عليها كده ونحطها في الطبق واوريها لكم دلوقتي. وده شكل الطبق بعد ما خلصنا. شكل السجق عامل ازاي؟ يعني يا رب يكون عجبكم، ومستني كده رايكم في الكومنتات، وشوفوا الاكلات اللي انتوا حابين ان انا اعملها لكم نزلوها وان شاء الله نجربها مع بعض. يا رب التجربه بتاعت النهارده تكون عجبتكم. السلام عليكم.